البنات، واش راكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. كما راكم تشوفوا عندنا واحد المكونات بزاف بسيطه، جيبوهم وروحوا نديروا مع بعض واحد الكاغاطا بزاف 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 بنين، وراح يفيدكم ان شاء الله في رمضان. قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش ديروا الجيم واشتراك في القناه. فوالا نجيبوا كميه من البطاطا هكا، نغسلوها وننظفوها ونديروا نقطعوها هكايا لي بتي دي قطع صغيره. فوالا كميه البطاطا راح تكون على حساب افراد العائله، ما كتروش بزاف باش يجي لنا هذا الكغاطا بنين. ما كتروش البطاطا، لازم الدجاج ثاني يكون كميه مليحه. نجيبو نص صدر ولا صدر تاع الدجاج هكذا، نكملوا كاع الكميه نرجعوا لكم. بعد ما قطعت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا قطع صغيره، نملحها نروح نقليها. نحط البطاطا تاعي تتقلى. فوالا البطاطا تاعي راهي تتقلى. انا نوجد هنايا الدجاج تاعي. واش ندير؟ نجيب كاسرونه، ندير كميه تاع الزيت مليحه، نجيب الدجاج تاعي كما راهو هكذايا، نجيب 3 سنينات تاع الثوم نحطهم كما راهم، ونجيب نص حبه تاع بصل. فوالا وهذيك الكميه الاخرى تاع البصل نحتفظوا بها ومن بعد نسحقوها. ندير الملح، ندير فلفل الكحل. فوالا ندير شويه، قلت لكم درنا الزيت، سنينات تاع الثوم، نص بصله، ملح، فلفل الكحل، كاري وشويه فلفل احمر. فوالا نحطوها فوق النار ونخليوها تتقلى مليح، يتقلى مليح الدجاج تاعنا، ومن بعد نمرقو. فوالا البنات، وباش تربحي الوقت تحطي الدجاج تاعك يتقلى من جهه وتقلي البطاطا تاعك في جهه واحده اخرى، راح تخلصي فيت فيه وراح يكون الكراطه بزاف ساهل وخفيف وبنين وتوجديه في وقت اقصر. فوالا خليت البطاطا تاعي والدجاج تاعي يتقلاو، ونجيو لهنايا لهاد البصله كيفاش نديروها. راحين نقصوها هكذايا، نرقوها باش نكرملوها ونزيدوها مع الكغاطا تاعنا تجي بزاف هايله. كي تقلى البطاطا تاعنا 100% نحيوها نكثروها مليح من الزيت. بعد ما نحيت البطاطا نقص الزيت، وفي نفس المقله راح نديرو البصله تاعي نكرملوها مليح. بعد ما تكرمل لنا البصله تاعنا نهزوها ونصفيوها من الزيت ونحطوها مع البطاطا.
فوالا هنا نحينا البصله وحطيناها مع البطاطا تاعنا. الدجاج تاعنا كان طاب، ثاني نجبدوه الدجاج تاعنا بعد ما طاب ونفتتوه هكذا. فوالا البنات في نفس المقله عادي نحي لها الزيت في نفس المقله اللي قليتي فيها البصله. جيبي 2 ملاعق تاع زبده نقصوا النار. فوالا نفس الكميه تاع الزبده نديروها فارينه. يكونوا ممرين مليح. يتأكد لك هكذا عارف بلي كمية الفرينة راهي مناسبة لكمية الزبدة اللي حطيت. نقليوها هكذا مليح. نزيدو كمية الحليب هكذا، منحبوهاش تكون عقدة بزاف، ونحرك. فوالا بعد ما عقدت لنا هنايا نحطو الملح اللي نضيفو الملح وكمية تاع الفلفل الاسود. نطفيو النار ولا ما نسقوهاش عقده بزاف هكذا. نجيبو لهنايا كميه تاع الفرماج نضيفو كميه من الجبن اي نوع جبن يكون عندكم تقدروا تستعملوه، وهكذا طفوا عليها ما تكون عاقده مليح، ما تكون جاريه، متوسطه القوام تاعها متوسط. فوالا انا حطيتها لهنايا ونخلي كميه باش نضيفها على الوجه. خلطوا لهنا تقدروا تذوقوا تشوفوا اذا ناقصها ملح ناقصها حاجه تزيدوها. فوالا نجيبو المول تاعنا اللي يدخل للفرن وجبت لو غراتان تاعي ونصبو لهنايا. شفتو هكذايا نجيب هذيك البيشاميل نحطها من فوق البيشاميل نديرو
ونديرو شويه تاع الفرماج من فوق. تحبوا ما تديروش تستغناو على هذه المرحله لانه بيشاميل راح يكون كافي. فوالا نحطوها في الفور زغراتينا برك من الفوق لانه كلش طايب برك يتحمر لنا البيشاميل هذاك وخلاص. فوالا البنات كما قلت لكم لهنايا درنا نصف الكميه تاع البيشاميل مع البطاطا والدجاج والبصله، والنصف الثاني غطينا به الوجه تاع الكراطه. تحبوا تخليوها هكذاك غير البيشاميل، تحبوا تزيدوا لها شويه فخوماج كما زدت لها انايا. هي على كل حال تتحمر ما تحتاجش الفخوماج برك باش نزيدوا شويه بنه. فوالا لهنايا دوكا مثلا في رمضان تقدر توجديها هكذايا وتخليها لدغني مينوت وتقراطينيها من الفوق باش تجيك جديده وتجيك بزاف بنينه وسخونه. وتحب ديريها غير من الفوق وتخرجيها بالصحه والهنا. دوك نديرها لكم انا نديروها مع بعض ونوريكم النتيجه. فوالا الكراطه تاعنا راه واجد كما راكم تشوفوا ما شاء الله. لكم مرسوم منه جمال لكم شخشخ ما شاء الله. نكونوا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق. شباب تهلاو في وحدكم حبيباتي. صحه فطوركم. السلامه.